تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. دوت الشباب تغديت كرئيس مجلس الشعب البلدي. الحقيقة عون وجودي كداني في سوق غرداية، وجودي كداني هو تشجيع للسياحة الصحراوية على مستوى ولايتنا. والعطلة الشتوية ماذا بيا يعني ترقم الحمد لله لهنا العراس الوفود الحمد لله بنتو راحت عاد اونينا بالنسبه للشباب، يعني بالنسبه لزم الشباب هذه حتوى او تظاهرت او يعني الوقت السياحة الصحراوية، لأنه أو تبنوا باللي تشجيع السياحة وتشجيع لمعيشة يعني الدخل المعيشي للمواطن الغرداوي. ولهذا أظن يعني مادام أنني مارو لديس قضية اقتصادية من الناحية الاقتصادية بالتعاونين بالنسبة حتى في الدمارو المداخل وكل نوع تظاهرات نوع العطلة الشتوية أو نضيف التسم كل حد لا يصرف لا يساء ولا يعني باش شي قال حد لا يصرف أين صرفني أديدو الخير خاصة يعني نسائنا، خاصة الحرفيين، خاصة كاع كل حد يصرف داني يسوق شراء الهدية التوعاس يصرف داني بالنسبة يعني للنزل لزوتال أو الحركية الدائمة بالنسبة لي أو الفصل يتبين لازم الشباب هادوش اللي ما نزل نشر الرايق يتبين لازم الدخلا باش كتبين نشأن حركات لمقابل هذه الحركة. يعني بدا نشاهد بعض يعني لي ريستورون، بعض الحرف، بعض وني الى ادواجهن سيس الدبي المصاريف مش كالعاده تجن قوه اقتصاديه لولايتنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. استاذ حمال لك متى توجد الراي انه منبر الشباب كنصيحه توجد الشباب يعني في مجال سياحي، في مجال يعني كاع المجال العطل انتينينو كيفاش تستغلت نصيحه الشباب يعني بالنسبه للعراس، التوعيه، التطوعات باش احمد. نصيحة رجعي إلى شبابنا الغرداوي والمجتمع الغرداوي. أنصح الشباب إذا تستغل فرصة العطلة الشتوية، فرصة متى أولا العرس لازم تسلم كل العرس. لأنني صنعت 250 عرس، كل 250 عرس لابد اللي تحتاجها بعض الامور الى تسجيل العرس يشراو العرب تيشبري تيشو شاي. لازم الشباب تستغل او يعني الطلب مشاكل السجون ديال العراس هذا بناء تكون اثنين خاصة الشباب البطال الى الوفي البطال غادي يكون حر في بالنسبه يعني خصنا يكون عمل حر يبدا عند العمل هذه خصنا بالتالي تحتاج او الموسم بالتالي يحتاج يعني وسائل باش كنجم انا هذه جبال يعني ولا ينشنين كمجتمع يعني مدني تغطيت خصها يقضي كل شيء، خصها يسخي كل شراء. هذا سواء لابد ان يحتاج لازم الشباب تفكر الى هذا شنو الاحتياج. بارك الله، شكرا، جزاك الله خير استاذ.